السلام عليكم متابعين مصر زمان. هنتعرف على شارع النبي دانيال. هو شارع من أقدم وأطول شوارع الإسكندرية. هو واحد من الشارعين الرئيسيين في تخطيط الإسكندرية القديمة. الشارع بيمتد حديثا من محطة الرمل لمحطة مصر. كان معروف في العصر اليوناني باسم الكاردو دي كومناس. وكان للشارع بوابتين، بوابة الشمال بوابة القمر، وبوابة الجنوب بوابة الشمس. الشارع اتعرف بعد كده باسم النبي دانيال، وهو نسبة لمقام المسجد الموجود في أول الشارع من محطة مصر. لكن مين هو النبي دانيال؟ النبي دانيال هو أحد أنبياء بني إسرائيل اللي بيرجع وجوده تقريبا للقرن السادس قبل الميلاد، ويقال إنه جاء للإسكندرية ودفن في المقام اللي موجود تحت المسجد بحوالي 5 متر. لكن الكلام ده مش صح، لأن النبي دانيال مات قبل بناء الإسكندرية بحوالي 3 قرون. طيب الضريح اللي موجود ده بتاع مين؟ والشارع اتسمى كده ليه أصلا؟ الضريح ده لأحد شيوخ المذهب الشافعي، هو الشيخ محمد دانيال المصلي، اللي جه للإسكندرية في القرن الثامن وعاش فيها وبدأ يدرس فيها علوم الفقه، وبعد كده توفى واندفن في المسجد. ومن هنا جه الخلط بين الاسمين وتسمية الشارع. ارتبطت بالشارع كتير من القصص والإشاعات والروايات، وأشهرهم العروسة اللي كانت ماشية مع خطيبها وأرض الشارع انشقت وبلعتها وما نجيوهاش تاني. وانتشر إن السبب في ده هو لعنة الإسكندر ومقبرته، لكن ده مش صح. والسبب إن في الأرض انشقت أو غارت هو إن في سراديب موجودة تحت الشارع. أيوة سراديب. اللي جاي من محطة مصر وهو داخل الشارع على إيده الشمال هيلاقي مسجد تاني، مسجد عبد الرازق الوفائي شيخ المتصوفين. جنب المسجد في أرض فاضية بنشوفها واحنا ماشيين، عبارة عن حفرة كبيرة جدا وفيها عمود رخام. أهو ده واحد من السراديب اللي اكتشفت، والسراديب دي ممتدة بطول الشارع. السراديب دي كانت عبارة عن أنفاق كبيرة بترجع للعصر الروماني، كانت متصلة ببعضها وكانت مخصصة لهروب الإمبراطور لو حصل ثورات من أهل الإسكندرية، وبعضها كان موصل لغاية البحر. المقريزي قال عن الأنفاق دي في وصفها: يسير فيها الفارس ممتطيا جواده ورافع سيفه، وإن ارتفاعها حوالي 3 متر. نركز مع بعض شوية بقى. الأنفاق دي ارتفاعها حوالي 3 متر، بعد العمق ده بحوالي 6 متر تقريبا فيها بقايا سهاريج للمية وبعض أجزاء للمقبرة الملكية اللي بتمد من تقاطع شارع فؤاد مع النبي دانيال لغاية كوم الدكة. يعني احنا بنتكلم في عمق حوالي 12 متر وأكتر. وهو ده اللي مخلي الأرض في المنطقة دي رخوة وتربتها متخلخلة، وعلشان كده الأرض بتفور كل فترة. في الآخر أهمية شارع النبي دانيال مش بسبب إنه أقدم شوارع الإسكندرية ولا إنه عايم على بحر من الآثار اللي منها اكتشف ومنها لأ. الأهمية أكبر وأعمق من كده بكتير. أهميته إنه باقي وصامد وقادر يجمع في قلبه حضارات وأديان اتعاشت وبتتعاش. حتى بياعين الكتب اختاروا النبي دانيال مكان ليهم، وكأنهم بيصدقوا على إنه مش مجرد شارع، ده تاريخ بيكتب نفسه كل يوم.